السلام عليكم، منورين في مطبخ بنت هاشم. تعالوا النهاردة نعمل أكلة موفرة ومغذية وطعمها في منتهى الجمال. أكلة كده من الزمن الجميل، أكلة من أكلات جدتي وجدتي، كشك ألمظ أو كشك ألمظية. هنعمله مع بعض النهاردة بطريقة سهلة جدا وبسيطة، من غير أي فراخ، من غير أي افتكاسات. هنعمل الكشك على أصوله، طعمه لذيذ لذيذة. انا متأكدة انكم لما هتجربوه هيعجبكم جدا وهتعتمدوا الطريقة دي، وكمان هيكون اساسي على سفرتك وفي العزومات. حطي لايك على طول وتعالوا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وندخل على المقادير وطريقة التحضير. اول حاجة معايا معلقتين كبار من الرز المصري، معلقتين بس مش اكتر. هغسلهم كويس جدا جدا تحت المية الجارية وهصفيهم كويس. معايا بقى حلة على النار، هنزل فيها بمعلقتين الرز اللي احنا غسلناهم كويس جدا وصفيناهم زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هنزل بقى بكوبايتين من المية، مش لازم تبقى مية سخنة، ممكن تبقى مية باردة عادي جدا. هبدأ بقى اسلق الرز بتاعي. انا عايزة الرز بتاعي ده يتهري، مش عايزاه اللي هو مسلوق فيبقى مسلوق السلقة بتاعته مظبوطة، لا، احنا عايزين نهري الرزاية بتاعتنا كأنك كده بتعملي ايه، رز بلبن. فالرز بلبن بيحتاج ان احنا نسوي الرز بتاعنا كويس جدا، نهريه كده. اول ما الرز بتاعي هيغلي غلوتين ههدي النار بقى كده خالص وغطيه واسيبه يستوي براحته. تعالوا بقى نشوف الخطوة اللي بعدها هنعمل ايه. في بولة عندي بقى هنزل بأربع معالق كبار من الدقيق. المعلقة تبقى مليانة كده محترمة، 4 معالق كبار من الدقيق. مش هنستخدم نشا ولا اي حاجة خالص، احنا المكون بتاعنا الاساسي هو الدقيق. وبعد كده هنزل بقى بكوباية ونص من الحليب او اللبن. مش هنستخدم برضو زبادي، انا ما بحبش الزبادي. فلو انت حابة تستخدمي الزبادي هيبقى كوباية زبادي ومعاها نص كوباية من اللبن. اما لو هنستخدم لبن بس زي الطريقة بتاعتي دي، ودي الطريقة الاصلية بتاعت جدتي وجدتك، ما كانوش بيستخدموا زبادي، كان لبن بس. فهنستخدم كوباية ونص من اللبن على 4 معالق من الدقيق، وهقلبهم بقى كويس جدا 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 وهسيبهم كده. وتعالوا نشوف مع بعض الرز بتاعنا وصل لإيه. كده الرز بتاعي زي ما انتوا شايفين بقى خد وقته لحد ما استوى معايا بقى، وكل رزايه كده بقت ايه، يعني مستويه. المرحله اللي بعد التسويه اللي هو الرزايه تبقى معايا مهريه كده، طريه خالص زي ما انتوا شايفين كده، زي الفل، تمام جدا. فما تستعجليش عليه، احنا عايزينه يوصل للمرحله دي. بعد كده هنزل بقى بالشوربة بتاعتي. لو انت ما عندكيش شوربة ممكن مية، مفيش مشكلة خالص، وتطعميها كده بمكعب من مرقة الدجاج. بس انا هنا كان عندي شوربة، فنزلت بمقدار 6 كبشات، ال6 كبشات بالظبط كده، يعني حوالي كوباية من المرقة. المقادير اللي انا بقولها لكم دي مقادير مظبوطة جدا، وهتطلع الكشك بتاعك مظبوط وقوامه زي الفل. طبعا كل ده احنا مشغلين النار. هنزل بقى بنص مكعب من مرقة الدجاج علشان يدي كده ايه، طعم حلو كده للكشك، وكمان بيعلي التست. وملح وفلفل بس كده، مش اكتر من كده، يعني مش هنستخدم توابل اكتر من كده. بهرنا الشوربة بتاعتنا، وهننزل بقى بالخلطة اللي احنا عاملينها، الدقيق مع اللبن. هنقلبها كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين، مفيش اي تكتلات او كلاكيع، زي الفل. هنزل بقى كده في المرحلة دي قبل ما الشوربة بتاعتنا تغلي، يعني تبقى داخلة على الغليان. وهبدأ بقى أقلب كويس جدا جدا. التقليب بقى مستمر في المرحلة دي مطلوب، ما ينفعش ان احنا نسيب الحلة كده على النار من غير تقليب. هتلاقي الكشك كده بتاعك كلكع ومسك كده في بعضه، ما ينفعش خالص. مادام في دقيق واللبن مع بعض لازم بصوا نفضل نقلب نقلب كده علشان ما يبص معانا لحد ما نوصل للقوام المظبوط. هو كل ما هيدخل على الغليان هتلاقي بصي بدأ يتقل معاكي اهو، بصي بدأ ايه يتقل معانا ازاي اهو، زي ما انتوا شايفين كده. يا دوبك بس هيغلي غلوة
وهنقفل عليه. هيبقى كده قوام معايا زي الفل للكشك. ما تقوليش ده خفيف، لا، هو لسه ما هيبرد هيتقل اكتر، وكمان لو هتاكليه سخن فهو ده قوام مظبوط جدا جدا. شايفين بقى الجمال والحلاوة؟ مفيش اسهل من كده. عايزه اقول لكم انا الكشك ده بالنسبه لي العشق، بحبه جدا جدا. وتقدري تعتمديه كده كغدوه، تعملي طبق الكشك القمر دوت مع شويه عيش بلدي وبس كده زي الفل، كفايه قوي. يعني من الاكلات الجميله قوي قوي. ولما هتعمليه بقى على الطريقه دي مفيش حد هياكله من ايدك لما يقولك تسلم ايدك وعاملاه ازاي. طعمه حكايه بجد، رهيب لذيذ لذيذه. احنا كده خلصنا بقى الكشك بتاعنا اهو، هنقفل عليه. وتعالوا بقى نعمل التقلية اللي هنحطها على وش الكشك كده ومن جوه بقى، وهتديله طعم كده رهيب بجد. طاسة بقى على النار، وهنزل بمعلقة كبيرة من السمنة. أول ما السمنة هتسخن جدا جدا، ولو عندك زبدة تمام استخدميها هتبقى حلوة قوي برضو. هنزل ببصلاية وسط متقطعة مكعبات صغيرة جدا، يعني ما تبشريهاش، احنا عايزينها تبقى متقطعة مكعبات صغيرة. ويا سلام بقى لو عندك بصل أبيض بيكون أفضل كتير من البصل الأحمر. هفضل اقلب بقى في البصلايه بتاعتي كده لحد ما لونها يدخل على اللون الجولد، البني الفاتح. احنا مش عايزين البصله بتاعتنا تتحرق علشان طعمها ما يمررش في الكشك، وكمان هيغير لونه ومش هتبقى لطيفه. بس كده هو ده اللون اللي احنا عايزينه، الجولد البني الفاتح اللي انتوا شايفينه، اللون القمر ده. هبدأ بقى انزل بالتقلية بتاعتي على الكشك. لو حسيتي ان الكشك بتاعك برد شوية، شغلي النار لحد ما ياخد سخونية شوية كده زي ما انتوا شايفين، يبقى فيه بخار طالع، مش ان هو يغلي. احنا مظبطين القوام بتاعه زي الفل. وهنزل بقى بالتقلية بتاعتي القمر دي، بس مش هنزل بيها كلها، نزلت بجزء منها وهنسيب شوية كده هنرشهم على الوش لما نغرفه ونقدمه في الأطباق. بس كده بقى احلى كشك عملناه، ما خدش معانا وقت خالص، مكوناته بسيطة وموفرة ومغذي في نفس الوقت، واكلة اقتصادية. يعني لو مستعجلة كده على اي غدوة وعايزة تعملي غدوة في السريع كده وتبقى لذيذة، هنعمل طبق الكشك العسل دوت، وكمان تنفع عشوة، عشوة حلوة جدا جدا من غير اي فراخ، من غير اي لحوم. وتقدري كمان لو ما عندكيش مرقه زي ما قلتلك تستخدمي الميه وتحطي مكعب مرق الدجاج، هيديكي نفس التست بتاع المرقه. تعالوا بقى نغرف الكشك بتاعنا القمر دوت في الطبق. بصوا بقى، انا حبيت ما جريش الحته دي علشان خاطر وانا بفضيه كده في الطبق تشوفوا القوام بتاعه. شايفين؟ هو ولا تقيل ولا خفيف، القوام بتاعه مظبوط جدا جدا. يعني لو بتحبوه سخن القوام بتاعه مظبوط، ولو سبتيه يبرد برضه هتلاقي القوام بتاعه مظبوط، ولا خفيف ولا تقيل. امشي بس اهم حاجة على المكونات اللي احنا عاملينها بالظبط، هيطلع معاكي مظبوط 100%. وزي ما انتوا شايفين بقى خلصنا الوصفة بتاعتنا. الكشك ألمظ أو الكشك ألمظية من الأكلات اللي محببة جدا، وفي ناس كتيرة بتحبها ومش بتعرف تعملها أو ما بيطلعش معاها مظبوط. امشي على المقادير وهيطلع معاكي زي الفل. لو عجبتكم الوصفة بتاعتنا النهاردة ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتكتبولي في الكومنتات بتتابعوني من أي بلد، بيسعدني جدا جدا الكومنتات الحلوة اللي جاية من الناس الحلوة. استنوني في وصفة جديدة من مطبخ بنت هاشم، والسلام عليكم.